بيعة الله يا أمي افرحي ورنمي، هذا يوم فيه يمين نبع خير دائمين، هذا يوم فيه يمين نبع خير دائمين، جسد الفدي مذاق وضمان للعود، ودم الرحمن حق يعطي إرثا في الخلود، ودم الرحمن حق يعطي إرثا في الخلود. يا يسوع يا حبيبي أنت هو خبز الحياة، فنعمان روحي وقلبي بالعطايا والهبات، فنعمان روحي وقلبي بالعطايا والهبات. يا يسوع أنت شوقي ذاب قلبي في هواك، أنت إلفي وصديقي
يقول بارخ مار. أحبائي، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت، كما كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. آمين. بارخ مار. القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. بارخ مار. إخوتي، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا كلما لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فأنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرنا بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب الكأس ربي بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا ويأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه، غير مميز جسد الرب. آمين. بارخ مار.
وسلام
نزعتني نار لزمي أن يحول نفشثون